بصوا يا جماعة، دلوقتي انا عملت الشرط بطريقة حلوة جدا، مريحة للعين جدا، بعيد عن الحاصل ده كان قديم. انا كنت بس بظبط الشرط. دلوقتي هنقول الاعدادات بتاعتنا. اول حاجة هدوس F11 بس عشان الشرط يكبر معايا بشكل كويس. هتدوس كليك يمين، هتدوس على settings. تمام. الكاميرا بتاعتك لازم تكون دي solid، مش دي، لازم solid. هتختار اللون، هتدوس على الكود اللي هو زائد، هتمسح ده كده كله. يعني هتلاقي عندك حاجة هتمسحها للآخر وتكتب ده الرقم اللي انت شايفه ده، اللي هو دي 7 دي 6 دي 0، وتدوس اد وتدوس اوكي. اول ما تعمل كده هتلاقي الشرط بقى بالمنظر ده. هتنزل هنا عند التكست، هتخلي برقم 12 هنا، وهتخلي اللون هو ده، يعني كده كده. تمام. ده بالنسبة للخلفية. تعالالي على السيمبل. زي ما انت شايف كده، كل دول كلهم اللون ده، الأربعة دول نفس الكلام. اللعبة كله هيكون هنا. هتدوس على زائد، هتمسح اللي عندك وهتكتب ده، وهتدوس اد اهو 0 8 9 9 8 1. هنا هتدوس زائد، وهتمسح اللي عندك وهتكتب الكود ده، وهتدوس اد وهتدوس اوكي. خلصنا من ده زي الفل. يبقى كده بقى عندنا ده باللون الاسود والخلفية والوان الشموع. تعالى اوريك الوان الشموع منظمة ازاي. يعني بص الجمال. بص حرفيا الجمال. بص انت عينك مش وجعاك اصلا. طبعا الرصاصي ده هي الشمعة الحمراء، والاخضر ده هي الشمعة الخضراء. تعالى لي بقى في الترند لاين. ده الترند لاين كلنا عارفينه. طبعا انا بدوس شيفت، يعني ادي اهو بدوس شيفت عشان اظبطها، بدل ما تعمل كده لا انا بظبطها بالشكل ده. اهي ادوس، بعدين دوست كليك يمين عشان اسيب، عشان دي تفلت. ده هتخليه باللون اللي انت شايفه ده، اللون الرصاص هتلاقيه عندك، وده برضو الكود بتاعه لو عايز تتأكد. تمام. الكتابة بتاعتك لازم تكون باللون الاسود، هتختار ده. والله انا كواحد عايز مثلا اكتب اي دي ام مثلا inducement. بص الجمال. هتلاقي ان كل حاجة معاك منظمة جدا على الشرط بالمنظر ده. ده باللون الاخضر عادي. ده هنخليه باللون الرصاصي ده. بص، هتخلي الاوبسيتي، هتلاقي كده اوبسيتي هنا 100%، هتخليها 70% بالظبط. بس بعد ما تختار اللون، يعني هتدوس زائد وهتحط الكود ده، وهتدوس اد. بعد ما هتحط الكود ده على طول هتقوم مخلي الاوبستي بتاعتك بدل ما هي 100% هتخليها 70%. خلصنا من الترند لاين. آه ده الاكستنشن. على العموم دي الاعدادات بتاعته، يعني اهي 100% زائد ده الكود. تمام. الواحد هو زي ما هو، وده الكود بتاعه اهو 80192. وده الكود بتاعه اهو 0 8 9 9 8 1. وهتعمل اند. عندك كل حاجة. الترند لاين قدامك تختار دي. براحتك ممكن تختار دي 100%. واللون اهو، والكود برضو قدامك اهو. يبقى كده كل حاجة قدامك. ده بالنسبة للفيبوناتشي اكستنشن. ثانية، دوست كليك يمين عشان افلته بس. بالنسبة لدي انا والله يعني عامله باللون ده عادي، يعني مش هو ده اللي هيفرق. وده اللون من غير ما اعمل اي اعدادات، وده برضو الكود بتاعه. تمام. ده اخضر بس انا هبقى اظبطه بعدين. يعني بص، دي قناة سعرية، انا عن نفسي يعني نادر ان حد يستعمله اصلا. تعالى بقى في اللونج والشورت. نبتدي باللونج. دي اللونج، وندخل على الشورت. دي الشورت. نبعد الاتنين شوية. يلا بينا نبتدي باللونج. دوس على الاعدادات، دوس على الستايل. اللاين بتاعك هتختار اللون ده الرصاصي، هو عندك اصلا، وده الكود بتاعه برضو. الستوب كولر هتختار اللون ده بس برضو عشان تكون متأكد، عشان ممكن اكون متلخبط. ده الكود بتاعه، انا دايما بتعامل بالاكواد. ده الكود بتاعه. هتدوس على الاد، وبعدين هتلاقي الاوبستي بتاعته 100%، هتخليها 20% بالظبط. صدقني انا شفت اللي مريح للعين. التارجت هتخلي اللون ده، الكود اللي قدامك ده
وهتخلي الاوبستي بتاعتك 20%. ودي التكست اللي هو الكلام اللي مكتوب هنا هتخليه بالاسود 12. ادي الاسود النايم. ده بالنسبة للون. والشورت نفس الكلام، نفس كل حاجة. بس انت الفرق بقى اللي انت فاهم، انت الشورت بدل ما التارجت مكتوب هنا والشورت مكتوب هنا، لا انت هتلاقي الشورت مكتوب هنا والتارجت هنا. نفس كل الاعدادات 20%، ونفس الكود ونفس كل حاجة، مش محتاجين نتكلم عنها. خلصنا من دي. ده بالاحمر عادي وده بالاخضر زي ما هو، ما غيرناش حاجة. الفيبوناتشي بتاعنا بص، بس كده. بص شكله واضح ازاي. طبعا هتلاقي هنا ده عشان الاس كي. المهم ده يعني الالوان بتاعته الزيرو والواحد اساسي. هتخلي الزيرو والواحد باللون ده، والاوبسيتي 100%. الزيرو والواحد بنفس اللون. هنا 2 3 6 ده الكود بتاعها. 3 8 2 نفس الكود تقريبا، نفس الكود. النص دي اعدادات الاس كي، الكود ده 6 1 8 الكود ده. هنا الستوب الكود ده. احنا مغيرناش في الاوبستي في اي حاجة تقريبا. الواحد والزيرو قلناه في الاول. 6 6 7 الكود ده برضو. السالب 55 الكود ده. وهنا السالب واحد وسالب نص هو don't extend ده اللي انا عامله. تمام. ترند لاين ده ده اللي ظهر قدامي. انا ما غيرتش حاجه، المفروض اصلا ده يكون عندكم برضو، بس لو مش هو فانا بوريك. تمام. ده الفيبوناتشي بتاعنا. فاضلنا الريكتنجل هتكلم عنه في الاخر. ده اللي هي اللي بنعمل بقى القمة والقناة الرئيسية والكلام ده. انا عن نفسي اعملها ثانية عشان انت مخدتش بالك. هندوس على ده الطلاء او البتاع اللي بنكب منه، وهنكتب الكود ده، وهنخلي الاوبسيتي بتاعته 20%. زي ما انت شايف كده 20%. هتلاقي 100%، هتلاقي 20. هنا هتختار اللون ده. ولو برضو انت عايز تريح نفسك وتتأكد، زائد ده الكود، وهتخلي الاوبسيتي بتاعته زي ما هو، مش هتغيرها 100%. ده زي ما هو انا عامله باللون النبيتي والله، يعني عادي. اللاين اهو، وده الكود بتاعه. والتكست كده كده اصلا ما بكتبش فيه، يعني انا ده بحدده ساعات. مثلا لو انا عايز اتنقل بين الفريمات وما اتلخبطش، بستعمل ده او بستعمل الفورش دي، بحيث ان انا احدد كام شمعة معينة او شمعة معينة. مش موضوعنا. نيجي بقى للريكتانجل بتاعنا. ده الريكتانجل تمام. هنتكلم عنه في 3 حاجات. اول حاجة المنظر ده اللي قدامنا. خليني بس اكتب جواه اوردر بلوك. انا سبته عادي هنا، همسحه. تمام. القلم ده هندوس عليه، هنخلي اللون ده وهنخليه 21%. هتلاقي كود 000 هتخليه 21%. ده القلم. تمام. طبعا انت عشان تدخل على الاعدادات دايما لازم الماوس يكون عامل علامة الايد دي عشان تعرف. بص يعني بص لو احنا دخلنا كده مفيش حاجة ظهرت كده، مفيش. لما بيجي علامة الماوس هتلاقي المربعات ظهرت. هتدوس ضغطة هتلاقي الاعدادات ظهرت. هتدوس على البتاع اللي بنكب منه ده. هندوس زائد، ده الكود بتاعنا. وهنخلي الاوبست بتاعته 20% زي ما احنا شفنا هنا 20%. خلصنا. اللي بعده تاني عشان كل حاجة تكون واضحة. الكتابة هنخليها بالاسود عادي خالص، اوبست 100%. وده الكود عشان تبقى فيه. ده الطبيعي بتاعنا. تمام. ثانية، في حاجة كمان عايز اقولها. هنا دي هنخليها الواحد بي اكس، ودي لاين. وكمان
ثانية واحدة. هنا دي 14، عاملينها 14، المفروض عندك هتكون 14 برضو. هنا الميدل لاين هيكون باللون ده، وبست 100%. الكود ده زي ما انت شايف، والباك جراوند هتدوس عليها وهتكتب الكود ده، المفروض اللي انا قلته، بس انا برضو المفروض كنت اقولها بالطريقة دي. تمام. والاوبست بتاعتك هتكون 20%. تمام يا صاحبي. تمام. طبعا دي لازم تكون انسايد، ودي سنتر، وبس كده. تعالى لي بقى، هتلاقيني هنا هوريك حاجة. صغر 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 صغر. عايز اجيب اللي انا كنت عاملها هنا. بص بقى، بص اللي انا عامله هنا. هتلاقيني هنا عامل واحدة حمرا، ودي كمان اهي يا عم، ما تزعل نفسك. طبعا ده انا اخدهم كده كم يعني، بحدد اي حاجة يعني، بس بظبط الشرط. دي الصعود او الشراء، ودي البيع. يعني ممكن تستعملها، انا عن نفسي حاططها في التمبلت بتاعي. يعني بص كده، ادي الريكتانجل بتاعي. والله انا حابب بقى ان انا ارفع التحليل بتاعي لحد معين، او اتاكد او اسال او اشوف هل انا غلط ولا لا. كزيادة تنظيم عندي التمبلت انا حاطه. والله انا دلوقتي مثلا هبيع، انا اتبيع يعني برش، دوس برش، بقيت برش على طول. طب انا والله هشتري بولش، نعملها ازاي بقى؟ هتلاقي رجعنا تاني هنا، صح؟ طبعا انا عايز ارجع تاني، عشان بس ايه، ارجع للسين بتاعي العادي خالص، عشان عايز اعمل له تمبلت. دلوقتي نفس اللي انا هعمله هنا انت هتعمله في الثلاث مرات. هندوس كده، وهندوس على هنكتب اوردر بلوك ماشي هنا. تمام. هندوس على الاعدادات، هندوس على تمبلت، هندوس على سيف از، وهنكتب هنا اوردر بلوك ادي خالص. تمام. ده الاوردر بلوك بتاعنا، انا هسميه اوردر بلوك. فانا والله دلوقتي بص، انا عادي خالص كده، ده اللون الطبيعي بتاعي. والله انا عن نفسي بنسبه كبيره اصلا مش هستعمل ده، بس انا بشرحها كزياده يعني، لو حد عايز يعملها انا ممكن اعملها، مش هكون مهتم بيها، بس ممكن في اوقات معينه احب اعملها. هندوس الماوس هتلاقيه عمل كده، طول ما هو المهم ان هو ظهر المربع ده. تمام. عاملين الشكل ده. احنا هنقوم داخلين لو عايزين ننظمها او نخليها بيع على التمبلت بريش. نفس الكلام، مش انا عملت التمبلت والاوردر بلوك، هرجعه تاني رجعت تاني زي الفل. طيب المهم بقى الاعدادات، لو انت عايز تعمل كده تعالالي، ده الاوردر بلوك بتاعنا، الاعدادات بتاعته. طبعا دي انا فين يا ربي، دي مش شرط ان هي اوردر بلوك. يعني انا التمبلت ده البرش ممكن اكون مسيفه كأنه اوردر بلوك، بس هاتلي كده التاني البولش عادي، اللي هو مجرد بس لو انا ايه حابب اخلي لون ازرق مش اكتر. دلوقتي هتلاقي اللون عندي ازرق، انا مش عايز اللون الازرق، ممكن اخليه احمر كزيادة تنظيم لو انا مثلا ببيع، او ممكن ارجعه زي ما هو. فدي مش مهمة يعني، خلينا بس في الاعدادات بتاعتنا لو احنا هنبيع. تمام. اول حاجة القلم ده هندوس عليه، هنختار اللون الاسود ده. تمام. هتلاقي 00، وهنخلي الاوبستي بتاعته 21%. تمام. تمام. ما نغيرش في الاعدادات، انا عارف بقول لك ايه. البتاع اللي بنكبه ده زائد، وده الكود، وهتخلي الاوبستي 25%. اهي دي الاوبستي 25%. اللي بعده التكست هتخليها اسود عادي خالص، اوبستي 100%. نفس الكلام هنا في الاعدادات، بس فرق اللون. هنا القلم هندوس عليه، وده الكود بتاعك 000،
الاوبست بتاعتك هتكون 21%. اللي بنكب منه اللي عامل زي الدلو ده، او الدلو يعني قصدي. المهم هتخلي الاوبست بتاعتك 25%. بعد ما تحط الكود ده، حط الكود ده وخلي الاوبست بتاعتك 25%. الكتابة هتخليها باللون الأسود خالص 100%. يبقى كده احنا شرحنا كل حاجة. هتلاقي ان حرفيا انا عايز بس احسسك بالاحساس اللي انت هتكون حاسه في الشرط. احساس مريح يعني. انا هجيب لك كده شرط من اوله لاخره. خلينا من اول هنا. وكمان يا عم انا هكبرها لك يعني. بص، بص الجمال. بص الشرط منظم معاك ازاي يعني. الشرط بيتكلم وعينك مش وجعاك يعني. ده الخلفية اللي انا حاططها، هي تقدر تقول ان هي مايلة للابيض، بس هي مش بيضة بيضة. لو بيضة هتوجع عينك. البيضة اللي هي العادي زي اللي موجودة على تريدنج فيو. لكن دي حاجة كده مريحة خالص. مريحة بمعنى مريحة يعني. هنا وليكن مثلا، بص مثلا حددت ان دي مثلا آه كلها سيولة. تمام. هتعمل كده تكتب تكست يلا بينا مثلا. وتقوم داخل على التمبلت، اعمل سيف از، نفس الكلام. هيا بينا. طبعا انا بقول لك مثلا هتلاقي ان الشرط معاك نضيف جدا وعينك مش وجعاك وكل حاجة واضحة. ولو كبرنا يا عم، بص بص هتكبر يعني. انا بوريك بس كل حاجة قدام عينك. تحس ان هو شرط هادي وبيتكلم، مفهوش حاجات كتير، ومريح لعينك. يا عم هنمط ده يا عم. بام مثلا. ما شاء الله. طبعا هنا استنى كده اشوف منها جت. هي دي الكاميرا الرئيسية. تمام. بس مش هي اللي عاملة مش هي الاوردر بلوك. بس هي كده كده بما انها كانت اعلى قمة رئيسية، فالسعر رجع واحترمها ومنها هبط. وبس كده.